الناس كلها بتتكلم عن كيليان امبابي وعن نيمار وعن ميسي، بس في الكواليس في راجل واحد اللي ماسك الخيوط دي. يا ترى هو مين؟ اسمه ايه؟ هو ليه مهم؟ هقولك، بس اعمل لايك وسبسكرايب حلوين منك كده وتعالى نكمل القصه. الراجل ده هو لويس كامبوس. مين ده يا سيدي؟ وازاي قدر يغير شكل 3 أندية؟ تعال احكي لك من الاول خالص بقى. البدايه هنبقى من بدري قوي. كامبوس اصلا مش لاعب كوره، ده كان استاذ جامعي في البرتغال وبيفهم في الارقام والاحصائيات قبل ما تبقى ترند. في بدايه الالفينات اشتغل محلل وبعدها مستشار، لحد ما بقى الراجل اللي بتختاروا الانديه عشان تبني عليه المشروع بتاعها. اول محطه ليه كان نادي موناكو، مشروع موناكو من 2013 ل 2017. كامبوس دخل موناكو سنه 2013 والمهمه كانت صعبه جدا. فريق عايز ينافس باريس سان جيرمان بس بميزانيه اصغر. طب عمل ايه؟ جاب لعيبه شباب قبل ما اسعارهم تعلى. مين؟ اسمع يا سيدي: كيليان امبابي، فابينيو، برناردو سيلفا، ليمار، ميندي، وبوكايوكو. باريس سان جيرمان او البي اس جي، الفرقه دي في 2017 كسبت الدوري وابهرت اوروبا في دوري الابطال. والاهم بعد كده ان كامبوس باع اللعيبه دي بمئات الملايين. ادي كده اول افاده لنادي موناكو. تعال نخش على الرحله تانية والمحطه تانية. نادي ليل، مشروع الليل من 2017 ل 2021. بعد محطه موناكو راح لنادي ليل ونفس السيناريو يا معلم. فريق صغير عايز ينافس الكبار. جاب مين؟ اسمع يا سيدي: نيكولاس بيبي، ماينان، فيكتور اوسيمين، ريناتو سانشيز، ومعاهم براك يلمز، وخلطهم مع مدرب ممتاز اسمه كريستوف جاليتيه. النتيجه ليل بياخد الدوري في 2021 وبيكسر هيمنه باريس سان جيرمان. بس كده؟ اكيد لا طبعا. اللاعبين دي طبعا اتباعوا باسعار نار، زي بيبي اللي راح ارسنال ب 80 مليون يا سيدي، وكمان اوسيمين اتباع بسعر كبير جدا. طيب يا سيدي، خلصنا محطه موناكو وكمان خلصنا محطه ليل. ايه المحطه الثالثه بقى؟ وهو مشروع باريس الجديد في باريس سان جيرمان. دلوقتي كامبوس في نادي باريس سان جيرمان، بس المره دي التحدي مختلف. انت كنت كل مره بتروح لنادي صغير وعايز ينافس الكبار، وكنت بتجيب له لعيبه باسعار اقل وبعدها بتتباع باسعار خرافيه. انما دلوقتي انت رايح لفريق عنده نجوم بملايين، بس هو عايز يبني فريق مش بس شويه اسامي، هو جاب لعيبه كمان. جاب ديزري دوي وكمان جواو نيفيس، كفارستخيليا، ومن قبلهم برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا مع نونو منديش واشرف حكيمي. وبيشتغل دلوقتي على اعاده التوازن للفريق. هل هينجح ولا الفلوس هتفضل تغلب العقل؟ وكانت النتيجه زي ما هو معروف حاليا دلوقتي. باريس سان جيرمان بيحسم الدوري وعنده فرصه لدوري اللا هزيمه، وكمان على مشارف نص نهائي دوري ابطال اوروبا وباداء مرعب مع لويس انريكي. كامبوس مش مدرب ومش نجم، لكنه بيحرك اللعيبه من ورا الستار. السؤال هنا بقى يا صاحبي، انت شايف المشروع الجديد لباريس ماشي صح، ولا كامبوس مش هيلحق ينقذ فريق من غير هويه؟ سيب رايك تحت في الكومنتات واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي العزيز. كان معاكم احمد خالد، بس كده، سلام.